وقبل ما نبدأ حكايتنا أعرفكم الأول على بطلتنا اللي اسمها أميرة. عندها 25 سنة وبتشتغل ممرضة في مستشفى خاصة. وفي يوم من الأيام الدكتور اللي معاها قال لها: بقولك ايه يا أميرة، اعمل حسابك ان انا هبعتك عند الناس عشان تفضلي جنب ابنهم وتديله العلاج بتاعه. انت بس هتبقي مسؤولة على انك تديله علاجه في ميعاده وبس. طيب يا دكتور، ما هو ممكن اي حد من البيت عندهم يديله العلاج، عايزنا انا اروح ليه بقى؟ وبعدين حضرتك عارف ان ممكن بابا وماما يعارضوا. والله لو على باباكي فانا هكلمه واقنعه ان هو يبعتك ماشي، عشان انا بس مش مآمن لاي واحده هناك غيرك. انا عارفك كويس قوي وكمان عارف انت قد ايه امينه. ايوه يا فندم، بس مفيش بس يا اميره، انا كلامي قلته والسلام. انا عايزك تنفذي المطلوب منك وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي روحي عشان بكره ابعتك عند الناس اللي انا لسه قايلك عليهم. طيب يا دكتور، انا عندي سؤال بس، هما الناس دي فين يعني وعايشين فين؟ وابنهم ده عنده كام سنه؟ ابنهم سنه كبير، يعني تقريبا 35 سنه. كام؟ طب ليه كده يا دكتور؟ هو حضرتك عايزني اروح ادي شويه علاج وادويه لواحد عنده 35 سنه؟ لا بقى، انا مش موافقه الصراحه بقى، مش هينفع خالص. انا صغيره وانسه واخاف على نفسي من الفتنه وكلام الناس. فتنه ايه وكلام فارغ ايه يا اميره؟ هو انا بقولك ان هو يتحمرش بيكي مثلا؟ ده راجل محترم ومتجوز، بس هو قعيد يعني على كرسي بعجل. ده تعبان يا بنتي، تعبان ومن زمان قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. بس برضو يعني ليه مراته مش بتديله هي العلاج؟ ليه مشلوله في ايديا كمان ولا ايه؟ اميره، وبعدين بقى في كلامك ده ما تبطلي لماضه، ويلا روحي جهزي نفسك، وبعدين لما نروح هناك انا هشرح لك كل حاجه. ورجعت اميره بيتهم ودخلت امها قالت لها: ايه يا اميره، انت اتاخرتي ليه كده يا حبيبتي؟ هو في حاجه؟ ابدا يا ماما، بس الدكتور منصور كان بيقول لي يعني ان هو عايزني في شغل بره المستشفى، هروح عشان اعالج واحد قاعد على كرسي متحرك. فضلنا بقى نفكر هنعمل ايه مع المريض ده. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت هتروحي له البيت تديله العلاج والحقن، تقصدي كده يعني؟ مش بس كده يا ماما، ده انا هعيش معاه في البيت كمان، عشان في حقن يعني بتتاخد في نص الليل وكده، وهو يبقى ليا اجر زياده عن مرتبي. وبيني وبينك بقى يا ماما، انا والله ما كنتش موافقه في الاول، بس لما عرفت الرقم انا وافقت على طول. طيب ليه يا بنتي؟ انت عايزه تروحي تقعدي عند ناس غريبه وكمان تباتي عندهم؟ هو ده يبقى اسمه كلام برضو يا بنتي؟ والله انا قلت للدكتور منصور كده، بس هو صمم ان انا اروح. خلاص بقى يا ماما، انا هروح وخلاص. وبعدين ده شغل، انا رايحه عشان اعمل شغل والسلام، هعمل ايه يعني؟ يا ما نفسي اجوزك وافرح بيكي واشوفك بقى احلى عروسه في الدنيا كلها. ان شاء الله يا ماما، لما الاقي بس الاول الشخص المناسب ليا انا هقولك جوزولي على طول. خلاص بقى سيبيني ادخل اجهز حاجتي عشان الدكتور هيعدي عليا بالليل ياخدني. وفضلت تحضر شنطه هدومها، ولما ابوها رجع امها قالت له: اميره رايحه شغل بره المستشفى وهتبات فيه كمان، والدكتور منصور هيعدي عليها ياخدها عشان خاطر يوديها. ايوه، ما هو الدكتور قال لي، اتصل بيا وقال لي كل حاجه، والصراحه بقى هو بيقول انها تروح عند ناس محترمه جدا وهو عارفهم كويس قوي، عشان كده طلب مني ان انا اوافق، وانا الصراحه بثق في الدكتور منصور. يا عيني عليكي يا بنتي، ده بدل ما تروح على بيت جوزها وتبات فيه هتروح عند ناس غريبه؟ بقى ده اسمه كلام برضه يا سامي؟ وبعدين معاكي بقى يا عايده، ما هو على يدك اتقدم لها ناس قد كده وهي اللي دايما بترفضهم، اعمل لها ايه يعني؟ اغصب عليها؟ بس المفروض انك تتكلم معاها، ما ينفعش انك تسيبها كده ابدا. هي مش بنتك ولا مش بنتك؟ وانا الصراحه بقى نفسي افرح بيها. وفي اللحظه دي خرجت اميره اللي قالت لها: يا سلام عليكي يا عايده، هو انا مش قلتلك بقى تبطلي كلام في الموضوع ده يا ست الكل؟ على فكره بقى انا اللي مش بفكر في الحكايه دي خالص. ماشي يا اميره، براحتك يا بنتي، بس انا برضه هفضل وراكي لحد ما اجوزك لواحد كده يليق بيكي. ان شاء الله يا حبيبتي. الدكتور منصور بيرن، لحظه بس ارد عليه. الو. ايوه يا دكتور، انا جاهزه اهو وفي انتظار حضرتك كمان. تمام يا اميره، انا هعدي عليكي بالليل كده تكوني جهزتي نفسك تماما. يلا سلام. اما بقى في مكان تاني، في فيلا كبيره قوي في منطقه راقيه، قاعد على كرسي بعجل في اوضته، وامه دخلت عليه وقالت له: يا مساء الخير يا حبيبي. ايه يا عمر، انت قاعد لوحدك ليه يا حبيبي؟ امال فين نهى مراتك؟ انا مش شايفاها يعني. معرفش يا امي، هي قالت لي انها هتمشي تروح عند مامتها، وانا زي ما انت ما شايفه اهو قاعد في مكاني، ولا بروح ولا باجي ولا اعرف حتى هي فين دلوقتي. يو، هي بتستهبل ولا ايه؟ هي ازاي تسيبك كده وتمشي؟ ده انا 100 مره اقول لها ما تخرجش من البيت غير لما تعرفني عشان اجي انا وابقى جنبك. انا مش صغير يا ماما، انا بس عشان ببقى مش عارف هي فين ولا بتروح فين، هو ده اللي معجزني. ما تقولش كده يا ضنايا، انت هتبقى زي الفل، انت بس لو تساعدنا في العلاج، انما انت حالتك عماله تتدهور من العلاج اللي انت بتاخده. على العموم انا قلت للدكتور منصور انه يجي ويشوف علاجك كده ويكشف عليك. تمام يا امي، تمام، كويس ان انت بعتيله، انا اصلا حاسس ان انا تعبان وعايزه اشوفه.
طب اسمع يا حبيبي، انا بعت كمان اخليه يجيب واحده ممرضه عشان تقعد معاك هنا وكمان ترعاك وتاخد بالها منك بدل ما الست مراتك مهمله فيك كده. هو ازاي حضرتك تتصرفي تصرف زي ده؟ انا كذا مره قلتلك مش عايز حد، انا مش عايز حد. ليه يا ماما مصره تعامليني على ان طفل صغير بياخد الحقنه بتاعته؟ يا حبيبي انت ليه بس بتقول كده؟ انا بس عايزه مصلحتك يا عمر وخايفه عليك يا حبيبي، لان انا بقى حاسه انك مش عندك ثقه فيها. انا خلاص يا امي ما بقاش عندي ثقه في نفسي شخصيا. ما تقولش كده يا حبيبي، ده انت زي الفل وهتبقى زي الفل كمان ان شاء الله. انت بس اعمل المطلوب منك وتاخد العلاج وتسمع الكلام، ماشي يا حبيبي؟ عشان خاطري يا عمر. حاضر يا امي. المهم دلوقتي اطلب الهانم يلا شوفيها فين عشان تيجي هنا وتكون في استقبال الدكتور والممرضه اللي جايين دول كمان، وكمان تعرف تتعامل مع الممرضه ازاي. وفعلا مامته اتصلت بنهى مرات عمر اللي كانت في شقه مع واحد تاني، والتليفون بتاعها اول ما رن قالت له: يوه ادي حماتي اهي، عايزه ايه دي؟ مش يمكن عايزاكي تروحي تحضري الردع لان النوس عين امه. استنى بقى عشان ارد عليها لما اشوفها عايزه ايه. الو، نعم يا طنط، انا فين؟ انا عند ماما، مش انا قايله لعمر قبل ما اخرج من البيت؟ طيب يا بنتي يا ريت تيجي عشان في ناس جايه، واللي جاي الدكتور منصور ومعاه كمان ممرضه عشان تقعد مع عمر وتديله العلاج بتاعه. طيب وحضرتك جايبه واحده ليه ان شاء الله؟ ها هو انا رحت فين يعني؟ وبعدين حضرتك عارفه ان عمر مش بيحب يتعامل مع حد ابدا، جايبه له واحده ليه بقى؟ الله، طب وانت مالك زعلانه قوي كده ليه يا نهى؟ في ايه يا بنتي؟ هي يعني لما تبقى موجوده هنا هتعمل ايه يعني؟ ما هترعى جوزك وتديله العلاج في ميعاده، يعني اهو هخفف عنك اللي انت بتعمليه شويه. خلاص يا طنط، اعملي اللي انت تشوفيه، انا مش هتكلم اصلا، انا كلامي مش بيعجب حد ابدا. كلامك تقيل، ويلا بقى تعالي من عند مامتك، يلا بسرعه ما تتاخريش. وقالت كلامها وقفت في وشها السكه، ونهى قالت للراجل اللي معاها: شوف الوليه عامله ازاي، دي قفت في وش السكه. خلاص بقى يا نونا، يلا خدي بعضك وروحي عشان ما تعملش معاكي اي مشكله. حاضر، اديني هروح اهو، ولاني اصلا مش عايزه ارجع له تاني ابدا، انا نفسي افضل معاك هنا يا كمال، انا خلاص ما بقتش اطيق ادخل البيت. وبعدين معاك يا نوح، احنا قلنا ايه؟ وبعدين على فكره ده كويس ان هما جابوا له واحده تقعد معاه المشلول ده، عشان انت بقى تبقي معايا على طول وتعرفي تجيلي هنا كتير. تصدق صح يا حبيبي؟ طب خلاص ماشي، انا هتعامل معاه كويس جدا واحاول ما طفشاش من الفيلا، اصلا انا الصراحه بقى كنت ناويه اروح دلوقتي وارميها بره اللي هي جايباها لي دي. لا يا قلبي، ده انا عايزك تهدي اللعب شويه. تمام، يلا بقى روحي، وبعدين يبقى تعالي لي كمان يومين. ماشي يا حبيبي، يلا مع السلامه، هتوحشني قوي، باي. وعند عمر اللي قال لامه: قالت لك ايه يا امي؟ انا شايف انك قفلت السكه في وشها، هي قالت لك حاجه ضايقتك ولا ايه؟ عرفيني. لا ابدا يا حبيبي، ما قالتش حاجه خالص، انا هنزل دلوقتي تحت عشان الناس اللي جايه دي. عايز مني حاجه يا حبيبي؟ لا يا ماما، روحي انت يا حبيبتي. ونزلت امه، وعمر قال لنفسه: مسيره اقف على رجلي من تاني يا نهى باذن الله، واعرف انت بتعملي ايه وبتروحي فين بالظبط. وبعدها تحت عند مامته كان جاي الدكتور منصور ومعاه اميره، ولما ام عمر شافتها قالت لها: يا اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور منصور؟ مش تعرفنا بالحلوه اللي معاك دي؟ دي بقى اميره اللي كلمتك عنها يا مدام سعاد، وعلى فكره اميره دي نقاوه ايدي، بنت ما فيش بعد كده في امانتها ولا اخلاقها العاليه. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور منصور، دي طبعا شهاده اعتز بيها، وان شاء الله يا مدام هتبقى معرفه خير باذن الله. ان شاء الله يا بنتي، انا بس عايزاكي تاخدي على المكان هنا وتتعاملي وكانك في بيتك بالظبط، انت هتبقي مسؤوله عن عمر ابني، يعني مش هتحطي ايدك في اي حاجه في البيت، وانا تحت امر حضرتك انت وعمر بيه طبعا. وجت عليهم نهى وحماتها قالت لها: ودي بقى تبقى نهى مرات ابني عمر، هتبقى معاكي في اي حاجه انت تعوزيها. يا اهلا وسهلا يا نهى هانم، اتشرفت بحضرتك. اهلا. طيب انا طالع انا واميره عند عمر بيه، وكمان اشوف العلاج بتاعه واقول لاميره على التعليمات اللي هي هتمشي عليها. تمام يا دكتور، اتفضل حضرتك اطلع له فوق، تعالوا معايا. وطلعت سعاد قدامهم، واميره قالت للدكتور منصور: هي مالها مراته دي يا دكتور؟ هي عامله كده ليه يعني؟ ده انا حاساها كده وكانها بتكلمني من تحت ضرسها. بس يا اميره انا مش عايز فضايح، ها؟ تشتغلي وانت ساكته ماشي؟ وبعدها دخلوا عند عمر، ومنصور قال له: اهلا يا عمر، عامل ايه يا ابني دلوقتي؟ طمني، ها في اي تحسن؟ ولا تحسن ولا اي حاجه يا دكتور منصور، انا حاسس ان انا هفضل طول عمري كده عاجز ومش قادر اتحرك ابدا. ما تقولش كده يا ابني، انت ان شاء الله هتبقى زي الفل. وبعدين يا عمر انا قلت لك كذا مره يا حبيبي انك لازم تبقى نفسيتك كويسه عشان خاطر تستجيب للعلاج اسرع. انا بلغني ان نفسيتك في الارض وده مش هينفع ابدا، انت لازم تساعدني في مرحله العلاج. انا بعمل اللي عليا، علاج وباخده، اعمل ايه تاني يعني يا دكتور؟
انا بفكر اعمل العمليه ان شاء الله، بس شويه كده لما اكون هيأت نفسي كويس. جميل قوي الكلام ده. خلاص، انت انوي كده وانا معاك. المهم اعرفك على اميره، دي الممرضه اللي هتبقى معاك عشان خاطر تراعيك وتديك العلاج في ميعاده. والله يا دكتوره ما كنتش عايز حد يفضل معايا هنا، انا معايا مراتي وامي ومش عايز اي حد تاني. اتضايقت قوي من كلامه، بصيت للدكتور منصور وهو هزلي راسه بمعنى معلش، وبعد كده وجه كلامه لعمر. على فكره اميره هتبقى معاك هنا عشان خاطر تاخد بالها من علاجك، انما انت بقى هترفض فده مش في مصلحتك يا عمر. يا دكتور انا عارف مصلحتي كويس قوي. والله يا حبيبي انا قلت لطنط بلاش حد يجي هنا، وانا اديني اهو بديلك العلاج، لكن هي بقى اللي صممت انها تجيب واحده هنا، قلت اسكت احسن. يا نهى يا ريت تسكتي احسن، وكمان ما تتكلميش خالص. هو انت ما تعرفيش تقولي حاجه عدله ولا ايه؟ اسمع يا عمر، انا قلت ان اميره هتفضل هنا يعني هتفضل هنا. خلاص يا امي، اللي انت تشوفيه اعمليه، ما انا اصلا عشان عاجز كل حاجه لازم اوافق عليها حتى لو كانت غصب عني. يا فندم على فكره حضرتك غلطان، لان مفيش حد هنا اكيد هيعمل حاجه غصب عنك غير عشان خاطر مصلحتك وبس. يمكن انت شايف ان ده ضدك، لكن الاكيد ان هو في مصلحتك. وانت ايه انت عشان تتكلمي معايا كده ها؟ ولا حتى بالشكل ده؟ مش ناقص غير واحده زيك ممرضه تيجي عشان تقولي كده. متشكره لحضرتك على الكلام، وعلى العموم بقى يا دكتور منصور انا ماشيه عشان خاطر البي مش عايز حد، عن اذنكم. استنى عندك يا اميره. جاريه يا عمر انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انا قلت لك ان اميره هنا عشان خاطر مصلحتك ومش عايز كلام كتير ها؟ واظن انك طول عمرك بتعتبرني زي والدك، يعني الكلمه اللي اقولك عليها تعملها. وانت يا اميره مش هتمشي من هنا بامر مني، هتفضلي هنا تمام؟ حاضر يا دكتور منصور، تحت امر حضرتك. دلوقتي انا همشي والعلاج عندك اهو. اظن ان انت عرفتي كل حاجه عن انواع العلاجات، ويا ريت يا ريت ما تخليش حد غيرك يديله العلاج. كان بيقول لها كده وعمال يبص لنهى، ونزلت وراه سعاد وقالت له هو في ايه يا دكتور منصور؟ هو انت كنت عمال تبص لنهى كده ليه؟ وكمان حاسه باني في حاجه مش مظبوطه في كلامك، ما تقولي في ايه بالظبط؟ مش وقت يا سعاد، كل حاجه نعرفها في الوقت المناسب، وبعدها بحكي لك على كل حاجه. يلا سلام دلوقتي. صحيح، ما تخليش مرات ابنك تعامل اميره من طرف مناخيرها كده ها؟ اميره دي بنت ناس ومش هتستحمل منها كلمه واحده. اطمن وما تقلقش يا منصور ابدا، مع السلامه. ويفوق عند عمر واميره. اميره قالت له المفروض ان حضرتك دلوقتي لازم تاكل عشان تاخد العلاج بتاعك، لان ده ميعاد الدواء والحقنه. على فكره يا حبيبتي انت ما زدتيش اي حاجه خالص على فكره، وانا كنت عارفه ان عمر ميعاد اكله دلوقتي وهما بيحضروا الغدا في المطبخ اهو. طيب تمام، عن اذنكم، لما عمر به ياكل هبقى اجي وهديله الدواء، عن اذنكم. ونزلت اميره تحت عند مامته، ونهى قالت شايف مامتك وعمايلها يا عمر بتعمل اي حاجه في دماغها وخلاص. ما خلاص بقى يا نهى، انا مش عايز كلام كتير هنا، البنت هنا هتشوف شغلها وانت تشوفي شغلك. ماشي يا عمر انا هسكت اهو. هو انت كنت فين يا نهى النهارده؟ رحتي عند امك فعلا؟ ايوه طبعا يا حبيبي، انا كنت عند ماما، امال يعني هكون فين يا عمر غير عند ماما؟ تمام يا نهى، يا ريت بقى تستعجلي للاكل. قال لها كده بكل خبث، وبعدها فضلت اميره تراعي عمر وتديله العلاج بتاعه، وهو كان بيعملها وحش جدا هو ونهى، بس هي كانت مستحمله عشان خاطر مامته. وفي يوم من الايام امه قالت لها انا عارفه انك مستحمله عمر ابني بالعافيه يا اميره، بس والله انت ما تعرفيش انا حبيتك ازاي وقلبي ارتاح لك ازاي. وانا والله يا سعاد هانم، بس انا كنت عايزه اعرف هو عمر بيه حصلت له حادثه يعني، ولا ايه اللي وصل حالته للمرحله دي؟ يا بنتي حادثه، وكانت حادثه كبيره قوي، ده الحمد لله يا رب ان هو طلع منها سليم، حتى لو قاعد على كرسي انا راضيه. بس انا بقى ملاحظه ان هو على طول حزين ومش بيحب يتكلم مع حد. بس انا كان عندي سؤال، هو بيحب مراته دي يعني ولا ايه بالظبط؟ لان انا ملاحظه كده انه شوفي يا امير، عمر ابني ده من اول ما اتجوز نهى دي وهو كان بيحبها قوي، كان بيحبها حب رهيب، وفجأة مرة واحدة لما قعد على الكرسي ده ما بقاش بيطيقها قدامه. ليه؟ معرفش السبب. طيب يعني وحضرتك ما حاولتيش تتكلمي معاه خالص؟ هو اصلا مش بيحب يقول حاجة، هو دايما كده بيحب يداري جواه كل حاجة. وفي اللحظة دي نهى كانت لابسة وخارجة وقالت لسعاد انا ماشية يا طنط عشان رايحة لماما، عايزة حاجة؟ على فكرة يا اسمك ايه انتي، عمر عايزك عشان ياخد العلاج بتاعه، يلا باي. قالت لهم كده وسابتهم ومشت. معلش يا بنتي حقك عليا انا، يلا روحي انت بس لعمر. وطلعت اميره لعمر لقيته عمال يشرب سيجاره. لا 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 لا، دي غلط على فكره يا عمر بيه، ومش هينفع تاخدها، بعد اذنك سيب السيجاره. وانت بقى اللي هتعرفيني ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش؟ انت مالك انت؟ انا هنا عشان خاطر صحتك، وانا مش عايزك هنا، ويلا غوري بقى في 60 داهيه اللي انت جيتي منها. ساعتها اميره عيطت وصعبت على نفسها. الله يسامحك يا عمر بيه، بس برضه انا هنا بشوف شغلي.
انا اسف يا اميره، يعني انا ما كانش قصدي حاجه، انا بس متعصب دلوقتي ومش طايق نفسي. طب لو معاك اي حاجه مشكله يعني او كده قولي، وانا ان شاء الله باذن الله الاقي لحضرتك حل. المشكله اللي انا فيها ما ينفعش حد يحلها غيري انا وبس، عشان دي مشكله خاصه بيا انا وبس يا اميره. تحت امرك خلاص، منين ما تحب اي مساعده انا موجوده اهو في اي وقت. ممكن بقى تاخد العلاج بتاعك. وفي الوقت ده عمر شافها بتحط له من دواء تاني غير اللي نوها كانت بتديهوله. بس مش ده العلاج اللي نوها بتديني منه يا اميره. ما هو الدكتور منصور غير لحضرتك العلاج. تمام، بس على فكره عايزه اقولك على حاجه، انا من يوم ما بقيت اخد العلاج منك وانا ما بقاش بيجيلي صداع خالص. يمكن انا بالي في ايدي الشفا ولا حاجه. يمكن، بس انا عرفت السبب اصلا من قبل ما اسالك عن الموضوع ده. طيب هو ايه بقى السبب يا عمر بيه؟ اكيد في الوقت المناسب ابقى اقولك. اما بقى عند نهى وكمال، كمال زعق لها وقال لها: هو انت بتقولي ايه يا نهى؟ يعني ايه الدكتور غير له العلاج واحنا علاجنا راح فين؟ ها، اوعى حد يكشف الحكايه يا نهى. ما تقلقش يا كمال، العلاج اللي كنت انا بديهوله لعمر اترمى، الدكتور رماه. انت شفتي بعينك ولا بتقولي كده والسلام؟ لا، انا ما شفتش بصراحه، بس هو قال لعمر ان خلاص العلاج يعني ما بقاش نافعك خالص وانا هاخده وهرميه. وبعدين بقى ما تقلقش كده يا كمال، الله ما فيش حاجه ان شاء الله، ومحدش هيقدر يمسك علينا اي حاجه. انا مش عايزه عمر ده يرجع يقف على رجله ابدا، انا مش عايزه يرجع الشركه ولا حتى رجله تخطي فيها تاني، لحسن هخلص عليه خالص. ما تقلقش يا قلبي، انا مش مدياله اي فرصه ان هو اصلا يقوم منها، ما تقلقش خالص، حط في بطنك بطيخه صيفي. اما بقى عند عمر، منصور اتصل بيه وقال له: ايوه يا عمر، زي ما توقعنا بالظبط، الدواء ده فيه ماده بتخليك تعبان على طول وما تخفش ابدا، بس مش عارف ايه الغرض من كده. يعني تحب ان انا ابلغ البوليس؟ لا 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 يا دكتور، مش وقته، لان انا اللي لازم اجيب حقي وبايدي. عمر، انا مش عايزك تعمل اي حاجه توديك في داهيه. ما تقلقش يا دكتور، وما تستقلش بيا يعني. لا يا ابني ما اقصدش والله. طب خلي بالك من نفسك يا عمر، مع السلامه. وقفل عمر وفضل قاعد حزين، وافتكر لما اتفق مع منصور وقال له: انا عايزك تاخد العلاج اللي نوها بتديني منه ده وتحلله وتقولي هو في ايه بالظبط. ليه يا عمر يا ابني؟ هو في ايه؟ عرفني. انا حاسس اني باخد سم يا دكتور، مش علاج. ايه؟ انت بتقول ايه يا عمر يا ابني؟ ازاي الكلام ده وساكت؟ ما انا لازم اتاكد الاول، وبعدين عايز اعمل العمليه من غير ما حد ما يعرف. فهمتك. طب دي خطوه كويسه جدا. على العموم انا ما عنديش اي مشكله، انا معاك يا عمر. عمر بيه، عمر بيه، يا عمر بيه، هو حضرتك سرحان في ايه؟ ها؟ ابدا ابدا، مفيش حاجه خالص. اقعدي يا اميره، انا عايزه اتكلم معاكي في حاجه، ممكن؟ طبعا، قوي قوي، تحت امر حضرتك. هو انا هينفع احكي لك على سر بيني وبينك يعني يا اميره؟ طبعا يا فندم، سرك في بير والله، ما تقلقش. طيب، انا شاكك ان مراتي بتخوني. ايه؟ طب ازاي؟ هو برضه في واحد زيك يتخن؟ دي معلش بقى مش بتفهم ولا حتى عندها نظر. وليه بتقولي الكلام ده بقى؟ يعني انا اقصد ان حضرتك واحد وسيم ومحترم وابن ناس ومهذب، يبقى تتخانق ازاي بقى؟ دي ست واطي قوي على فكره. انا اسفه. لا مفيش اسف ولا حاجه يا اميره، انا عارف اصلا انها كده، وعلى العموم انا عايزك تساعديني في ان انا اكشف على حقيقتها وهديكي كل اللي انت عايزاه. على فكره بقى حضرتك كده بتشتمني، ده انا اخدمك بعناية والله من غير اي مقابل. عمر مسك ايديها وبص في عينيها وقال لها: انا اسف، والله العظيم ما اقصد اي حاجه ابدا، انا اسف والله، صدقيني يا اميره، انا لما كنتش واثق فيكي انا ما كنتش حكيت على موضوع حساس زي ده، وانا تحت امرك على فكره في اي وقت. وفضلت بصاله وشافت قد ايه هو وسيم زي القمر، وقالت بصوت عالي: طب والله العظيم مغفله ولا بتفهم في حاجه ابدا اصلا. انت باين عليكي مشكله. اسمعي يا اميره، انا مش عايز نهى تغيب عن عيونك ابدا، عايزك تعرفي ليه بتكلم مين، بتعمل ايه بالظبط، تعرفي كل حركاتها. وانا تحت امرك طبعا، حاضر اطمن، بس لازم توعدني ان انت تاخد العلاج بانتظام وكمان تهيئ نفسك للعمليه. وانا اوعدك يا اميره ان انا هعمل كده. وبعدها ابتدت اميره تتصنت على نهى وهي بتتكلم في الفون وتراقبها وهي في البيت، لحد ما في يوم من الايام اميره سمعت نهى وهي بتقول: ايوه يا كمال، انا معرفش ما بقاش بيرضى ياخد مني اي حاجه ولا اي حاجه خالص، بس انا بقى مضيع على الورق ما تقلقش، بس يا بيبي اوعى تنسى نصيبي، ماشي؟ يلا بقى سلام دلوقتي. وقفلت معاه وراحت اميره لعمر وحكت له: عمر بيه، اسمع التسجيل ده كده. وفعلا عمر سمع التسجيل. يا بنت اسمعي يا اميره، هتعملي الخطه التانيه ماشي؟ من عينيا. اميره، انا هقولك على حاجه، ولا اقولك خلاص خليها بعدين، يلا روح عشان تعملي اللي احنا اتفقنا عليه.
وكانت الخطة إن أميرة تنيم نهى وتبعت مسج لكمال من تليفونها إنها مستنياه في الفيلا ومفيش حد خالص غيرها هي وعمر وبس عشان يمضي عمر على الورق. وفعلا عملت كده، وكمال أكل الطعم بس رن عليها وما ردتش. طب هي ليه ما بتردش عليا؟ غبية، لما اروح الفيلا واشوف هو في ايه. وفعلا راح، وكان عمر مبلغ عنهم البوليس اللي كان مستني كمال، ودخل وعمر قال له اهلا اهلا يا كمال، طبعا انت جاي عشان تمضينا على ورق تنازل عن الشركة مش كده؟ انت بتقول ايه بس يا عمر بيه؟ ده انا اصلا انت ايه يا حيوان انت والكلبة اللي بتعرفها دي؟ بس انا بقى لازم اخد حقي منكم. اوعى تكون فاكر لاني قاعد مشلول مش عارف حاجة عن الهانم واللي هي بتعمله. لا طبعا، انتوا الاتنين كل حاجة كنت بتعملوها مع بعض عندي صوت وصورة. وفي الوقت ده نهى وطت على ايده وقالت له انا اسفة يا عمر، هبوس ايديك سامحني يا عمر، ارجوك الله يخليك سامحني. اقبض عليهم يا حضرة الضابط. وفعلا اتقبض على كمال ونهى ودخلوا السجن. وسعاد قالت له الحمد لله يا ابني ان ربنا نجاك منها المجرمة دي. الحمد لله يا امي، والفضل ربنا ثم الاميرة. انا ما عملتش حاجة. اميرة تتجوزيني؟ انا عايزة اكمل حياتي معاكي. اميرة ابتسمت وهزت راسها بالموافقة، وفعلا اتجوزوا اميرة وعمر سافر بره وعمل العملية ورجع وهو ماشي على رجليه. وبكده تبقى خلصت حكايتنا، وكمان خلصت حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة بحكاية جديدة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة.